السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جايلكم النهاردة على السريع عشان اقول لكم التجربة بتاعة السي بي ال، المنتج اللي احنا جبناه ورشناه في الارض. الشوال ورايا اهو، بسم الله اهو. سي بي ال 200 لما احنا رشناه في الارض من 4 أو 5 ايام، حقيقة كلمة هتحاسب عليها ورأي هتحاسب عليه. والله ما في ريحة يا جماعة، والله فعلا ما في ريحة. يعني انا بقالي يومين عمالة اقول هاجي ارش قبل ما يحصل ريحة وقبل ما يحصل حاجة، وكل مرة يحصل حاجة. يعني كل مرة يحصل حاجة تخليني ان انا امشي بسرعة او ان انا اخلص حاجة هنا فاتعب فما اقدرش ان انا ارش. لكن قسما بالله يعني شهادة هتحاسب عليها قدام ربنا، فعلا ما فيش ريحة. حتى الشباك عندي انا قفلت ضرفه اهو، لان انا لقيت الفراخ مقطعه السلك فاضطريت ان انا اقفل، خفت اي حيوان ولا اي حاجه تيجي من بره، ولا فار ولا هو الحسيني ده اللي بيلف، فقفلت الضرفه خالص. يعني المفروض يبقى فيه كتمه اكتر، لكن والله بجد والله منتج كويس ومفيش ريحه ومفيش حاجه. عايزين تجيبوها تو ما تقلقوش، ده خلاصة تجربتي. بقالي 4 أو 5 ايام رشاه، والمفروض ان انا كنت ارش تاني بس انا حصل ظروف ومش قادره. فما شاء الله عليه كويس حلو. مفيش ريحه، مفيش ريحه بجد والله العظيم. يعني انا كنت يعني قبل ما اجيبه قعدت احط شوال نشاره كامل في الارض اللي انتوا شايفينها دي، يومين 2 التالت كنت الريحه مبقاش طايقه. يعني انا بقيت اتضايق، انا صدري بقى يوجعني. انا اقول لما انا حاسه بكده امال الفراخ هتحس بايه؟ عشان كده لما لقيت المنتج ده فقلت لا انا هجيبه وهجرب من ضمن اللي انا بصرفه، ما انا بصرف كتير. فحطيته من 4 أو 5 ايام، بجد والله ما في ريحه. المفروض ان انا الحق بقى ان انا ارش النهارده او ارش بكره، عشان خاطر ايه؟ ما يعني مفعوله كده المفروض ازود بقى ان انا ارش رشه كمان. انا لسه ما رشيتش، والله لسه ما رشيت. انا بقول لكم خلاصه تجربه 4 أو 5 ايام رشيت اهو، ولسه ما رشيتش تاني. فما شاء الله ما فيش ريحه، مفيش ريحه مفيش تاثير الحمد لله. فاللي عايز يجيبه هاتوه يا جماعه، ما شاء الله حلو وكويس. وبعدين الشكاره يعني ايه ب 250 جنيه وهتقعد كميه، يعني ممكن تقعد معاكم سنه. لو قسمت ال 250 دول على السنه يعني على 12 شهر، الشهر هيقف لك ب 20 جنيه ولا حاجه، مش حاجه بالنسبه للي احنا بنعمله. بس الامراض التنفسيه صعبه جدا. فده خلاصه تجربتي، عشان انتوا سالتوني قولوا لي انت التجربه نفعت معاكي ولا لا. التجربه نفعت وكويسه الحمد لله. ويلا يا جماعه مش هطول عليكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.